السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة عالم بسيط وفاخر. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. أحضرت لكم اليوم حلوى رائعة ومميزة، الحلوى المشهورة في المغرب التي يعرفها الصغير والكبير. آه، مشهورة جدا، وخاصة في شهر رمضان لا يمكن أن تدخل إلى بيت مغربي في وقت الإفطار ولم تجد هذه الحلوى بالقرب من الحريرة والتمر في مائدة الإفطار. نعم أيها المشاهدون، إنها حلوى الشباكية. إن شاء الله ستعرفون كيف ستصنعون حلوى الشباكية بكل سهولة وبمكونات بسيطة جدا. إن شاء الله ستعجبكم. ولكن قبل أن نبدأ بوصفة اليوم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد. والآن بسم الله على بركة الله ننتقل إلى وصفة اليوم. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. سأحتاج لوصفة الشباكية هذه كيلوغرام من الدقيق الأبيض، ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون جدا، ملعقة كبيرة من القرفة مطحونة جدا، نصف ملعقة صغيرة من الملح، كيس واحد من خميرة الحلويات، وكأس من السمسم مطحون محمر مطحون مع القليل من الفول السوداني، نصف كأس من ماء الزهر، ربع كأس من الخل، وكأس ممتلئ من الزيت، نصفه زيت نباتي والنصف الآخر زيت الزيتون، كأس من الزبدة المذابة، وطبعا كأس من الماء. قمت بوضع فيه القليل من الزعفران وقمت بخلطه جيدا. هذا سأتركه إلى آخر كأس الماء ونصف كأس من ماء الزهر سأتركهم إلى النهاية لأعجن بهم العجينة. أول شيء سأقوم به هو أني سأقوم بإضافة المكونات الجافة والزبدة والزيت والخميرة، وطبعا سأقوم بإضافة القليل من خميرة الفورية، خميرة العجين، خميرة الحبوب، والقليل من المستكة المدقوقة. سأقوم بخلطهم جيدا مع الدقيق ليتشرب الدقيق كل تلك المكونات، وبعدها سأقوم بعجن العجينة بكل هدوء بالماء وماء الزهر، بالماء العادي وماء الزهر. سأقوم برش العجينة وأجمعها بكل هدوء. لن أعجن العجينة جيدا لأن الشباكية لا تعجن مثل الخبز والمعجنات الأخرى. سأجمعها فقط، سأقوم بجمع العجينة فقط.
بعد أن قمت بجمع العجين سأصنع منه كويرات وأضعها داخل الكيس البلاستيكي وأتركها لترتاح قليلا، ومن ثم سأقوم ببسطها فوق طاولة العمل كما ترون، وأقوم بطيها على شكل مربع هكذا كما ترون. سأعيدها مرة أخرى إلى كيس البلاستيكي لترتاح مرة ثانية، وبعدها سأقوم بتمرير العجينة في الآلة في الآلة كما ترون في الصورة، لأحصل على العجينة رقيقة جدا. وبعدها سأقوم بتقطيعها وأصنع منها أشرطة لأقوم بتشبيكها لأحصل على الشبكية. أما بالنسبة لطريقة التشبيك، سأصنع مربعات من العجينة وأقوم بتقطيعها بآلة تقطيع الجرارة كما نقول لها، وسأصنع منها 5 أشرطة. وبعدها سأخذ الشريط الأول وأترك الثاني ليسقط، وأضع الأول فوق الثالث، ومن ثم سأترك الرابع، وبعدها أخرج الخامس بإصبعي سأخرجه من داخل القطعة كما ترون في الصورة. قوموا بإعادة هذا المقطع مرارا لتعرفوا طريقة التشبيك بشكل جيد. أما بالنسبة لبوشنيخة، سأقوم بوضع العجين في الآلة في مكان السباكيتي، وسأخرج خطوط هكذا كما ترون. وبعدها سأقوم سأصنع منها قطع من بوشنيخة وسأقطعها بالسكين كما ترون في الصورة. طبعا يجب أن تقوموا بقرصها هكذا لكي تتمسك جيدا أثناء الطهي في الزيت، لكي لا تفتح في الزيت. ضروري أن تقوموا بهذه العملية، عملية القرص من الجوانب، لكي لا تفتح قطعة العجين أثناء القلي في الزيت.
العسل الشبكية يجب أن يكون ثقيلا بعض الشيء كما ترون في الصورة، يجب أن لا يكون سائلا، لأنه إذا كان سائلا فلن تتشربه الشبكية. بعد 3 أيام ستجدون الشبكية أصبحت جافة كأنها لم تتعسل، وهذا لأن العسل كان سائلا. أما إذا كان ثقيلا فسوف تتشربه الشبكية وسيبقى في الشبكية مدة طويلة، لن تجدوها أصبحت جافة. والآن سأضع العجينة في الزيت بعد أن أصبحت ساخنة حتى تتحمر، ومن ثم سأضعها مباشرة في العسل لتتعسل، وسأحملها وأرش عليها القليل من السمسم المحمر، وبعدها أقدمها في مائدة الإفطار مع التمر والحريرة بالصحة والهنا، أو بالصحة والراحة. وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو. كانت هذه وصفتنا لهذا اليوم، وصفة الشبكية. أخرجت من عجينة واحدة نوعان من الحلوى، حلوى البوشنيخة وحلوى الشبكية، رائعة هشة ولذيذة ومميزة. قدموها بالصحة والراحة في مائدة الإفطار. أتمنى أن تعجبكم، أتمنى أن تجربوها وأن تنجحوا في صنعها. شكرا جزيلا للجميع. قمت بإعادة الفيديو باللغة العربية بناء عن طلب من مشاهدة للقناة، ونزولا عند رغبتها وطلبها، واحتراما لطلب المشاهدين، فأنا قمت بإعادة الفيديو باللغة العربية. أتمنى أن يعجبكم، وأتمنى أن تجربوا الشبكية بطريقتي وأن تنجحوا في صنعها. أتمنى أن تعجبكم كل وصفاتي المتواضعة والبسيطة. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا دائما من مشاهدة كل وصفاتي وفيديوهاتي. أقول لكم كل عام وأنتم بخير. بلغنا الله وإياكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.